رحيله يمثل انكسار الغصن أصيل لشجرة الإبداع في مصر والوطن العربي، وبمجرد سماع خبر وفاته تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء مفتوح لملايين المصريين عبروا عن صدمتهم مسترجعين ذكرياتهم مع أغانيه. حالة من الحزن العميق خيمت على البيوت المصرية والعربية وعلى الوسط الفني بعد رحيل أمير الطرب العربي الفنان الكبير المطرب هاني شاكر، وداعا لمبدع أسرى وجدان الأمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بينعي هاني شاكر أمير الطرب العربي. الرئيس عبد الفتاح السيسي في لحظة غامرها الحزن ودعت الساحة الفنية المصرية والعربية واحد من أبرز قاماتها الفنية، الفنان الذي صاغ بوجداننا أجمل معاني الحب والوطنية. لم يكن مجرد مطرب، بل كان مدرسة في الأداء الراقي والالتزام الفني على مدار عقود، تاركا خلفه أثرا لا يمحوه لغيابه. تأتي تعزية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتؤكد مكانة الفن في قلوب الدولة المصرية، وأنه وصف الرئيس أمير الطرب العربي بأنه أسرى الغناء بأعزب الإبداعات، لمس مجرد كلمات مثل وجدان المصري والعربي، ليست مجرد كلمات بروتوكولية، بل هو اعتراف بالدور الذي لعبه هذا الفنان الكبير في تشكيل الوعي الفني المصري ومشاركته بصوته في مناسبات وطنية اللي اتسجلت في تاريخ مصر. كبر الفنان هاني شاكر بلقب أمير الطرب العربي، وكانت رحلته مش سهلة أبدا، بل كانت كفاح توج بنجاح. كان إنسان راقي، كان بيختار الكلمة تدخل بيوت المصريين والعرب وقلوبهم بدون استئذان، واللحن الذي يمس الروح. كان المصريين عبروا عن صدمتهم مسترجعين ذكرياتهم مع أغانيه رفقتها في أفراحهم وأحزانهم. فنان أخلص في فنه والجمهور، ربنا يرحمه، رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان.